السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. بناء على الاجتماع الأخير الذي عقدته هيئة الرأي والذي حضره النائب محمود القيسي، أقرت وزارة التربية اليوم تعديل سنوات الانتظار للخارجي، يعني جماعة 28 سنة، وسيتم إرساله إلى مجلس الدولة للعمل به. وهذه أخبار جدا مفرحة إلى طلبة الخارجي، خصوصا الذين أكبر من عمر 28 سنة. يعني اللي أقل من عمر 28 سنة ما لحد الآن ما صدر بهم قرار، ولكن اللي أكبر من 28 سنة اللجنة عقدت اجتماعها ومثل ما قررت وزارة التربية تعديل سنوات الانتظار وأرسلوه إلى مجلس الدولة للعمل به. يعني بقت موافقة مجلس الدولة فقط. يعني هاي الأخبار أنا أشوفها جدا مفرحة، وإن شاء الله طبعا إن شاء الله يشمل جميع الطلبة، يعني حتى الأقل من أو من 18 فما فوق، لأن أغلب الطلاب هي محتاجة لهذا القرار على مود تقدم هاي السنة أو السنة القادمة. لأن مثل ما تعرفون أنه القرار الحالي هو 3 سنوات انتظار، ولكن إذا وافقوا على هذا القرار فيصير الطالب مثلا أول ما ينجح من الثالث متوسط بالامتحان الخارجي إلى مباشرة الحق يقدم بالسنة اللي بعدها. وكذلك جماعة السادس ابتدائي لهم الحق يكملون على الثالث متوسط بعد سنة واحدة فقط من الامتحان. يعني هاي الأخبار أنا أشوفها كلش مفرحة ومبشرة للطلاب، لأن يعني هاي شريحة واسعة من الطلاب مهتمين بهيج أخبار، ومن أجل رفع مستواهم المعاشي وغيره. يعني مثل ما تعرفون أنه الطالب يعني بالعراق ظروفه صعبة ومستوى المعاش، يعني أغلب الطلاب أو أغلب الناس جاي تعتمد على الوظيفة أو التعيين الحكومي، لأن ما أكو فرصة ثانية غير التعيين الحكومي، لأن ماكو لا قطاع خاص ولا شركات ولا غيرها. لذلك التجأت الناس للتقديم على القطاع الحكومي من أجل رفع مستواهم المعاشي، وكذلك رفض المؤسسات العلمية والصحية والتربوية بالكوادر من أجل سد النقص والشواغر في الوظائف المطلوبة. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم تشجيعا منا لكي نستمر إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والاستماع. شكرا جزيلا.